السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه ايلوداوي. نتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم نقدم لكم طريقه تحضير البطبوط معمر بالحشوه. كيجي رائع وكيجي ناجح 100%. تبعوا المراحل من الاول حتى الاخر وراه كيجي شي حاجه اقتصاديه وكيجي رائع. بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا غنبدا معكم في الحشوه. هنا عندي خيزو، هنا مقرد، هنا حكاه وين الحكاه كيكون غليظ باش ما كيعطيش داك الماء ديالو. كاينه القرعه الخضراء، فلفله حمراء، فلفله خضراء، البصله. عندي هنا صدر الدجاج، عندي كاس ديال الزيت، قزبر والمعدنوس، الزيتون قطع، توابل، سكينجبير، تحميره، داك العطريه ديال الدجاج ديال الشاورما، كركم، ملحه، البزار. هنا عندي 3 صفوف الثومه، هذيك الهريسه الحاره ولا ما كاش الهريسه دير ديك السودانيه الحاره اللي كتكون مطحونه، راه كتعطي واحد المذاق رائع مع ديك الخضار، راه شي حاجه صحيه. كنضيف عليه داك الدجاج، كنضيف عليه الثومه كنطحنها معاه باش طلق فيه داك المذاق زوين. طحنته في الهاشوار، ما طحنتوش بزاف حتى ولا بحال الكفته، غير هرشته. ضفت كاس ديال الزيت في المقلاة. داك الزيت هو ملي كتقاويو الزيت كيعطيها الخضر بحال اللي كتقلى، ما كتجيش مميها. هانتوما الشكل كي كيجي خيزو كي كتشوفوا راه محكوك، كيبان لكم غليظ. ما تحكوهش رقيق، الا حكيتوه رقيق هو اللي كيطلق الماء، لا هو ولا القرعه يكون غليظ على هذا الشكل. كنخليو العافيه تكون مجهده. من بعد ما نزلت لنا الخضره وتشحرت مزيان، كنضيف عليها ديك الكفته ديال الدجاج. كما قلت لكم راه ما كنطحنهاش انا مزيان. هنا كنضيف التوابل، كنضيف معالق ديال الهريسه، هنا كنحركو مزيان باش ديك الكفته كتدخل في ديك الخضار. هنا كنضيف عليهم الزيتون. انا كان عندي شي حاجه ديال الزيتون فيه كحل، ماشي مشكل، اللي بغى يضيف على الخضر يضيف على الخضر. هنا نطحنو شويه في الهاشوار، غير كنهرشو قزبر والمعدنوس، كنخليه حتى هو حتى الاخر، هو والزيتون. كما كتشوفوا راه ما كتطلق لا ماء الخضره لا حتى شي حاجه. كما كتشوفوا غير جهدوا العافيه وقويوا الزيت، كاس ديال الزيت. نتوما على حسب افراد اللي عندكم. هنا غنوضع معكم الطحين. هنا عندي 500 غرام، نص كيلو ديال الفينو وكيلو ديال الدقيق الابيض. ضفت عليهم معلقه ديال السكر سنيده، معلقه ديال الخميره الفوريه، نص كاس ديال الزيت المائده، الماء يكون دافي. هنا ضفت الملح على حسب الذوق. هنا كنضيف الماء وكنخلط، ما كنخليش ديك العجينه قاصحه باش ما كتبقاش تعذبك في العجينه في الدليك. خليوها مطلوقه بحال هك.
من بعد ما جمعتها دلكتها تقريبا واحد دقيقه هكاك، غنخليها تخمر. من بعد ما خمرت هاد العجينه راكم تقدروا تخرجوا منها حتى العجينه ديال البيتزا. انا ما كانش عندي الوقت باش نخرج معكم العجينه ديال البيتزا والبطبوط. هنا كنقطعها معكم قطعات الحجم اللي بغيتو. كما كتشوفوا كنجمعها وكنخلي داك الوجه اللي كنجمع كنخليه من الفوق، ما كنوضعش فيه الطحين. هنا انا درت فينو والدقيق الابيض خلطتهم فاش كنقرصها، والشكل نتوما اللي بغيتو تقرصوها بفينو ولا بالدقيق الابيض اللي بغيتو. انا كنخلطهم كيجيوني زوينين. ملي كنقرصها الجهه اللي كنقرصها عليها ما كنوضعش فيها الطحين كما كتشوف. الجهه اللي كندير فيها الحشوه ما كنديرش فيها الطحين. هذاك الطحين باش ما يجيبكمش العجينه ديالكم البطبوط مدقس، راه كيجي مهوي ومفشفش وكيجي رائع بداك الزيت اللي كديروا فيه. كما كتشوفوا اخواتي، واخا هذيك الحشوه بردت ما طلقت لا ما لا حتى شي حاجه. كاين بعض الاخوات كيقول لك الخيزو كيطلق الماء، غير خليوه غليظ شويه ملي تجيو تحكوه وراه كيجي رائع في التعمار ديال البطبوط. كتجمعوها على هذا الشكل، غير بطبوطه عمروها مزيان بالحشوه باش ملي كتقرصوها وطيب البطبوطه كتجي شي حاجه كتحسوا كتاكلوا بشي حاجه عامره، ماشي غير البطبوطه خاويه كديروا فيها شويه وتجمعوا العجينه. كنجمعوها على هذا الشكل، ماشي كنبقاو نجمعوا في العجينه بزاف باش كتجينا العجينه في جهه وهذه في جهه. هنا هادو وضعتهم او وضع فوقهم عفوا الفرماج. انا وريتكم الشكل الاول، اللي بغى يضيف الفرماج راه يضيفو، اللي ما بغاش يضيفو يستغنى عليه. الشكل الاول ما درتش فيه الفرماج، والشكل الاخر انا درت فيه الفرماج. حتى الفرماج راه كيعطي واحد المذاق زوين، كيعطي واحد التعليكه رائعه. كما كتشوفوا هذا الشكل اللي وريتكم دابا، اللي بغات دير منه حتى داك ميني باغيط بحال كتعمرو وتخليه يخمر وديروه في الفران راه كيجي رائع. وهاد العجينه اللي بغات دير جوج اشكال تقطع منها البيتزا تعمرها حتى هي راه كتجي العجينه رائعه.
راكي تنوعي منها، تخرجي منها 3 الاشكال تنوعيهم. انا ما كانش عندي الوقت باش درتها معكم كلها بطبوط. هنا كنقرصهم على هذا الشكل. من بعد ما قرصتهم غطيتهم، خليتهم تقريبا واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه. هنا سخنت المقلاة، ما دهنوهاش المقلاة بالزيت، خليوها بحال هكاك. راه كيجي محمر وكيجي مفشفش وكيجي رائع، وغتتبعوا المراحل من الاول حتى الاخر وغيعجبكم ان شاء الله. كتشوفوا الشكل ديالو كيجي رائع. نشوفوه دار دوك الفقاعات ونشوف تما فين نقلبوا. كما كتشوفوا اخواتي الشكل النهائي هو هذا، راه كيجي رائع وكيجي حجم واحد وكيجي مقادد. وما تنساوش ديروا لنا اللايك واشتراك باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. كما كتشوفوا الحشوه راه كيجي رائع وكيجي عامر، وراه شي حاجه اللي هي صحيه وكيجي في نفس الوقت لذيذ.